معجب بيك جدا، تعرف منين الشخص ده؟ رقم واحد، ان الشخص ده دايما بيمدحك في وسط الناس، لو معاك في الشغل او معاك في الجامعة دايما بيتكلم عليك كويس، ودايما بيسبورت جدا في حتة المذاكرة او في حتة الشغل. طيب رقم اتنين، ان الشخص ده متردد جدا، يعني عينه كده ما بتجيش في عينك كتير، بس ممكن تبص عليه فجأة تلاقيه مركز معاك جدا، مركز معاك في كل تفاصيلك. رقم 3، ان الشخص ده مرة هتلاقيه بيعاملك كويس جدا ومرة هتلاقيه بيعاملك وحش. السبب ان الشخص ده بترجع تعيد عليه كل الذكريات والحاجات المؤلمة اللي مر بيها، فبالتالي يروح موقف نفسه عن المشاعر اللي زايدت قوي، فيروح معاملك وحش وهو ما بيكونش قصده خالص. النقطة الأخيرة، ان الشخص ده بتحس في كلامه ان هو بيبقى عايز يدلدق في الكلام او يحكي لك حاجات كتيرة قوي عن نفسه، لكن دايما ماسك نفسه، وبتبان قوي في نظرة عينه، لان العين دايما فضاح. لو انا بتكلم دلوقتي والشخص ده او انت لقيت نفسك بتفكر في حد، فاعرف ان هو ده. دي حاجة. الحاجة التانية، لو الشخص ده انت مش معجب بيه او مش شايل له مشاعر او كده، حاول ان انت ما تعشموش بطريقتك او باسلوبك، فحاول انك تقطع السكة معاه. طيب لو انت حاسس بجد مشاعر بس انتوا نفسه ان هو يتكلم، حاول انك تطمنه او تخليه يثق فيك شوية. ليه؟ لانه بيبقى خايف جدا ومتردد جدا ومش عارف يعمل ايه، بس هو شايل لك مشاعر، اصل القلوب تنبض لمن ارادت، فهو مش بايده ان هو اعجب بيك وان هو نفسه يبقى معاك جدا ونفسه يبقى في حاجة رسمية ما بينكم، بس هو مخضوض. طب لو بنت وانت راجل بتسمع الفيديو ده وعارف او شايل لها مشاعر بس برضو قلقان ان هي ما تكونش شايله لك حاجه، من فضلك حاول تطمنها او تديها الثقه او تحاول تلمح لها باي حاجه. ولو انت بنت، حاولي تديله الثقه او تديله الامان او تعامليه بشكل كويس لو انت فعلا عايزه الشخص ده. بس كده.